اهلا بحبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنه وانتم طيبين. النهارده هنعمل مع بعض الكبده بطريقه حلوه قوي وسهله وبسيطه وطعمها جميل جدا، وبالفلفل الالوان كده، وان شاء الله تعجبك. كمان انتوا عارفين ان احنا في صيف والجو حر، وهنروح بقى مصايف والحاجات الجميله دي. ممكن نعمل الاكله ديت معانا في المصيف، ونعملها لهم بقى سندوتشات كده على الشاطئ وهم طالعين ولا حاجة من البحر، ياخدوا سندوتش من ده بجد تحفة. بدل ما يجيبوا اكل من بره، انتي اعمليه بطريقة حلوة كده في البيت. ما تنسيش بقى اللايك والاشتراك وكمان الكومنت. يلا بينا نشوف الطريقة. طريقتها سهلة. أي حد يعرف يعملها، مجرد ما تقطعيها وتشوحيها في السمنة هي كده خلاص جهزت. لكن هديكم بعض النصايح علشان تطلع الكبدة حلوة وتعرفوا فايدتها للجسم. أولا الكبدة طبعا كلها حديد، مفيدة جدا لهيموجلوبين الدم وكرات الدم الحمراء، مفيدة جدا للأمهات أثناء الحمل وأثناء الرضاعة عشان بتقلل الإصابة بالأنيميا. فطبعا الكبدة لازم ناكلها كل فترة والتانية. طبعا علشان نحافظ على فايدتها، الكبدة ما بتتغسلش، الكبدة بتتجاب قطعة كبيرة كده من عند الجزار بالشكل ده. بغسلها قبل ما اقطعها، لكن بعد التقطيع ما بنغسلهاش خالص لان كل فايدتها بتنزل اثناء الغسيل بالمية. وبالنسبة للناس اللي هي بتقول ان هي كلها دم واحنا بنقرف من منظر الدم، عايزة اقولك ان الفايدة اساسا في الدم بتاع الكبدة ده. تتغسل كويس قبل التقطيع، لكن بعد التقطيع ما تتغسلش ابدا. والافضل ان هي تتقطع حتت كبيرة بالشكل ده مش صغيرة، واول ما ننزل بيها على النار هي طبيعي كده الدم بتاعها هيروح وهينشف، والفايدة بتاعته هي اللي هنستفيد بيها. وطبعا الكبدة لما بتتسلق بتكون افيد بكتير من ان هي تتحمر في السمنة. السلق مفيد اكتر وصحي اكتر، لكن غالبا احنا مش بنحبها مسلوقة. غالبا كله بيعملها بالسمنة او بالخضار بطريقة اسكندراني او الطريقة العادية بتاعتنا. هنا بعد ما قطعت الكبدة مكعبات كبيرة شوية عشان تفضل فايدتها فيها، سلخت الجلدة كده، في جلدة من فوق رقيقة جدا بتبقى على الكبدة. ابتديت اشيلها عشان بتكلكع شوية اثناء الاكل، هي طبعا مش مضرة، لكن لو في اطفال صغيرين بتكلكع كده اثناء الاكل فمش بيحبوها، فانا هنا حبيت اشيلها بالشكل ده. وهبتدي اقطع الكبدة برضو. ما تتخيلوش الفوائد اللي في الكبدة بتكون عاملة ازاي. يعني فعلا فايدتها تقريبا كده احسن من اللحمة بكتير، كلها فيتامينات. بس بالنسبة للكبدة المستوردة بلاش ندخلها البيت نهائي. هي صحيح رخيصة وغالبا في متناول الجميع، لكن أنا هنا لو جبت ربع الكمية بتاعة الكبدة المستوردة جبتها بلدي وقطعت معاها خضار وعملتها سندوتشات، أفضل بكتير من إن أنا أكتر الكمية وأجيب مستورد مثلا كمية أكتر. نحاول نجيب الكبدة البلدي، بلاش خالص من الكبدة المستوردة، لأن احنا مش عارفين هي مذبوحة على الطريقة الإسلامية ولا لأ. لأن طبعا لو هي مذبوحة على طريقة غير إسلامية بتكون كل السموم اللي في الجسم بتتحول للكبدة. أنا هنا بعد ما قطعت الكبدة، أنا هنا جبت الفلفل، فلفل أخضر، فلفل ألوان، الفلفل موجود عندي، وهقطعه مكعبات صغيرة بالشكل ده. نحاول نكتر الخضار جنب الكبدة لو احنا حابين الخضار جنبها. الخضار مفيد جدا جدا مع الكبدة، وزي ما قلنا الكبدة علشان غالية فاحنا هنكتر الخضار جنبها ونعمل كمية أكبر. أنا هنا الكبدة والخضار جاهزين معايا. هنا هجيب طاسة سخنة وعليها معلقتين سمنة أو زبدة، وهنزل بالكبدة هشوحها شوية كده. أول ما المسامات بتاعتها تبتدي تتقفل هنزل بمعلقة توم مفروم، هقلبها شوية. بعد كده هنزل بالخضار بتاعي. الخضار لازم يكون آخر حاجة عشان نستفيد بالطعم والفايدة بتاعته. هنقلبه قلبتين هتستوي معانا، الكبدة مش بتاخد وقت. هنا معايا معلقة بابريكا، نص معلقة ملح، معلقة كزبرة، معلقة كمون. هشوحهم شوية كده
الكبدة بتاعتنا جاهزة، استوت بقت جميلة جدا. أتمنى إن الفيديو يكون عجبكم.